وهذا أعزائي المشاهدين مدير أعمال جبار محمد حمادة، يسمي نفسه أول مدير أعمال مصارع في تاريخ مملكة البحرين يتقدم إلى الحلبة. وكما شاهدنا قبل قليل بأن أحمد دراجون سحب واحد من الجماهير ولعب ضده، ولكن يبدو أن محمد حمادة صاحي انت؟ صاحي ولا مش صاحي؟ عندك خلاف المخ اخوي؟ ماخذ واحد ناب من الجمهور يطقه وتفوز عليه؟ خليه يخليك ذبحنا. اذا بتفوز فوز على المصارع، ما تفوز على واحد ناب. يا الناب ده انت صاحي والله. يبقى جبار. خدوي Hold on a second, wait. Hamada, you, look at me when I'm talking to you. You shouldn't be worried about all of that. You have bigger things to worry about. First of all, upon my new deal here in KPW, I get to call the shots, which means I can challenge whoever I want. Secondly, quiet when I'm talking! Give me respect! I demand respect! Keep quiet and listen to me when I'm talking! And you, as I was saying, secondly, you happen to be in the wrong place in the wrong time. Referee, get back in here. Oh, you're not going anywhere. Referee, ring the bell. واحمد دراجون يطلب ايضا مباراة ثانية مع ضد محمد حمادة. محمد حمادة ليس مصارع، ولقطة كاراتيه واحد وعملية تثبيت 1 2 3. طبعا محمد حمادة مو مصارع يا احمد يا دراجون، وهذا احمد دراجون بعد ما سحب معاه واحد من الجمهور لعب ضده، الحين يلعب مباراة ثانية ضد محمد حمادة.